السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. فيديو النهارده كده حاجه بسيطه عملتها، عايزه اقول لكم عليها. لو انت عندك مشكله الايد بتاعه المكنسه ان هي اتكسرت زي كده. انا كنت لسه جايبه اللي هي الايد بتاعتها دي كده، كنت لسه شارياها، ويعني ما كملتش، يعتبر شهرين معايا واتقطعت تاني. اتقطعت، بصوا منين؟ من الحته بتاعت الجزء ده، من الجزء ده كده اللي هي المفروض بتركب هنا اهو. تمام، فاتقطعت. ايه الحل فيها؟ انا كنت عملت لها حل قبل كده، هوريكم. اللي هو اللزق الاسود او اي لون، يعني المهم ان هو بتاع الكهرباء. تمام، حطيت دي هنا، شبكتها في بعض ولفيتها باللزق، ما نفعتش يعني برضو اتقطعت. تمام، فدلوقتي هعمل لها حل لو ينفع. تمام، زي ما قلت لكم ان الحل بتاع لزق الكهرباء عليها هي لوحدها ما نفعش، برضو هتتقطم وهتتقطع تاني وكده. فايه الحل بقى البديل؟ هقولك دلوقتي. بصي بقى هنعمل ايه. هجيب اول حاجه، هجيب اللزق ده. اللزق دوت هو عامل زي الصمغ بس احسن كمان من الصمغ، هو اسمه الصاروخ. تمام، فهو حلو قوي. هوريكي بقى شكله عامل ازاي وهنعمل فيه ايه، وكمان يعني هزود عليه ان هو ما يتقطعش بالسهل. بس بصراحه انا جربته، اللزق بتاعه حلو جدا، فهعمل بيه دوت بقى، عشان حرام ان انا لو رحت اشتريتها دلوقتي. انا كنت شارياها تقريبا ب70 جنيه او حاجه، دلوقتي هتلاقيها ب100 وشويه، فنستغلها يعني. هنرميها ليه؟ لما تبوظ خالص وما تنفعش هنبقى نشتري واحده غيرها. المهم دلوقتي هنجرب معاكم الصمغ دوت، وهلزقه برضو تاني ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا كده، هو دوت اللزق الصاروخ، هو يعتبر بديل انا كنت فاتحه واحد، يعني انا جايبه اتنين، فتحت واحد واستخدمته، عشان كده لما عجبني بقى رحت جبت منه تاني. هو المفروض كده هو احسن كمان من الامير، لان الامير انت بتستخدميه مره واحده وخلاص، انما دوت انت تقدري تستخدميه كذا مره، وهيديكي برضو ايه، هيفضل لين معاكي، مش هينشف. تمام، بصي بقى، انا هفتح لك ده دلوقتي قدامك. هي تقريبا كانت الواحده عامله 15 جنيه، يعني مش غاليه زي الامير. متهيألي الامير بقى ب10 او ممكن يبقى وصل ل15. تمام، بصي بقى هتعملي ايه. هي بتتحط كده، بتطلع جزئين كده من بعض. الحته الجزء ده زي كانك بتفتحي انبوبه مرهم او حاجه. بفتحها كده اها. تمام، بعد كده اروح حاطه بقى اللزق فيها كده. ماشي، هي اصلا حاسه ان في حته خرجت، فاللي هو هتطلع روحي دلوقتي. هعمل ايه دلوقتي؟ هحاول ان انا هلزق هنا اهو في الجناب دي، وهلزق من هنا واحطها مع بعض، عشان اضمن ان هي تمسك، ما اضطرش ان انا ابص الاقيها فلتت مني تاني. بصوا 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 اهي، بسرعه بقى. بصوا عشان هي ايه، بصوا حاسه انها زي السائل بالظبط، فخايفه تنشف بسرعه. ما تجيبينيش بالظبط امير يا جماعه يعني هي والامير واحد. بصوا انا هزق في الجناب كده بحيث انها تمسك نفسها شويه اهي، وازق هنا. بس هقفلها بقى عشان لو احتجتها تاني او حاجه. تمام، وابتدي ازق واسيبها. ماشي، هتسيبيها شويه كده، هسيبها شويه عشان تنشف، ولما احس انها نشفت هقول لكم كمان هنزود بقى الموضوع ايه تاني، عشان بعد كده تقدري تستخدميها براحتك. يلا بينا. كده انا هسيبها تنشف بقى، عشان هي عبال ما تنشف براحتها بقى. انا هعمل باللزق دوت. لو انت عندك لزق بتاع الكهرباء الاسود اللي انا وريتهولك من شويه، تمام. انا ما عنديش دلوقتي، فهستخدم اللزق ده، وهبتدي ان انا اروح واجي بالعكس. طبعا الصوت مزعج شويه، فانا هجري الصوره شويه.
هي كلها. بصوا دلوقتي هي كده بقت كلها جزء واحد كده، بقت هي يعني انا دخلت من جوه، خليت من جوه ان هي تمسك مع بعض. كمان الحته دي هتخليها تمسك اكتر. بس وابتدي بقى ان انا اعملها كده. لو كمان في لزق بقى اللي هو اللزق بتاع اللزق اللي هو بتاع الكهرباء كمان هيبقى، لو هجيبه يبقى لونه اسود، فبحيث ان هو يبقى ايه مش مدي اللون الابيض دوت، فيبقى شكله كده ايه كانه هو حاجه عاديه زي الاسود ده. بس كده اهي. بصوا كده الشكل ده كمان اهي كده. انا مسكتها من هنا ومن هنا ومن جوه، دخلت فيها اللزق الصمغ، فمسكت بقى من كله. بس كده تمام. اتمنى الفكره تكون عجبتكم، استفدتوا منها. يعني لو انتي احتاجتيها هتلاقيها. اتمنى منك بقى تعملي لي لايك للفيديو وكومنت اعرف بيه لو انتي عندك فكره تانية للمكنسه لو اتكسرت ايديها زي كده تعمليها. اوكي.